حبايبنا ملوكنا طلاب تانية ثانوي جايين النهاردة في آخر حصة هتشوفني فيها في الترم الأول، وهي ليلة امتحان الكيمياء إن شاء الله. واحنا يا عزيزي في ليلة الامتحان عاملين لك شغل عالي عالي، مجمعين لك أهم 100 سؤال متوقعين إن شاء الله يكونوا في امتحانك، ومجمعين بيهم المنهج بالكامل. يبقى أنا هراجع معاك المنهج عن طريق الحل. يبقى انا بحل كده افكر اقول لك بص السؤال ده بيتحل ازاي، القوانين ايه، ونراجع مع بعض النظري والقوانين عن طريق الحل ان شاء الله. يبقى احنا النهارده جايين مع بعض في ليله امتحان الكيمياء بنظبط مع بعض اهم 100 سؤال تركز عليهم تسمعهم كويس. معاك البي دي اف، معاك الفيديو. بعد ما تخلص ال 100 سؤال ان شاء الله كده ضمنت انك هتقفل الامتحان، لان ال 100 سؤال حرفيا يعني بص مختارين كده بعنايه زي ما بيقولوا، مختارينهم سؤال سؤال بحيث يبقى فيهم المنهج بالكامل وما نبقاش سايبين ولا معلومه ولا نقطه. يلا بينا. دي مذكرتنا، لو مش معاك هتستلمها عادي من السكرتاريه وهتلاقيها نازله معاك بي دي اف، بحيث تبدا ان شاء الله كده ايه على خير تبدا تذاكر. ماشي. طبعا ال 100 سؤال ماشيين بنظام اللي هم الباب الاول ثم الباب الثاني ثم الباب الثالث. يبقى ال 100 سؤال مترتبين، اول شويه اول الاسئله تلتها باب اول، تلتها باب ثاني، وتلتها باب ثالث. وطبعا مكترين شويه باب ثالث عشان هو اكتر باب هيجي عليه اسئله في الامتحان، فمركزين على الباب الثالث عشان هو اهم واحد فيهم واكتر باب هيجي عليه اسئله هو الباب الثالث. يلا بينا. اول سؤال طبعا هنبدا الباب الاول باب القوانين وباب المسائل. فقبل ما ابدا لازم في البدايه كده ابدا افكرك بايه؟ بالقوانين. يلا يا باشا نفتكر موضوع القوانين. اول حاجه خدنا قوانين حساب المولات، قلنا مع بعض لو عايز عدد المولات بقسم من على مين؟ الماده على الموليه، عدد الجزيئات على افوكادرو، ذرات او ايونات على افوكادرو في عددهم، او حجم الغاز على الرقم الثابت. يجي اللي هو غاز، حجم مين؟ الغاز على الرقم الثابت، ده هو حجم الغاز اهو على الرقم الثابت. دي القوانين اللي احنا ايه خدناها مع بعض. يبقى دي القوانين اللي احنا خدناها مع بعض. لو عايز اي حاجه بعرف احسبها زي ما انت عايز، زي ما انت عايز تقول ايه قول. يبقى حجم الغاز على الرقم ايه الثابت. واتفقنا مع بعض الرقم الثابت ده احتمال يكون 22 و4 في الاس تي بي او 24 لتر في الار تي بي. ده بالنسبه للقوانين. وقلنا كمان لو المساله بتاعتك ماده واحده بحلها بالقوانين، لو المساله بتاعتي ماده واحده بحلها قوانين، لو المساله مادتين لازم احلها معادله ومقسم. واحنا بنحل مساله النهارده كل مساله هنقراها اقول لك ماده ولا اتنين، ماده واحده يبقى قوانين تعويض مباشر، طب لو اتنين لا يبقى معادله ومقسم، معادله وايه ومقسم. طب يا دكتور دلوقتي لو انا عايز الكتله بتاع الماده اضرب مين في مين؟ المولات في المولات. لو عايز عدد جزيئات المولات في افوكادرو. لو عايز ذرات او ايونات المولات في افوكادرو فعلا. وده قانون مهم، ده قانون ايه مهم. طب لو عايز حجم الغاز المولات في الرقم الثابت. يبقى لو عايز اي حاجه بعمل ايه؟ مقسم مولات في اي حاجه زي ما انت شايف. قلنا كمان لو عايز المولات بضرب مين في مين؟ التركيز في الحجم باللتر. يبقى انا معايا تركيز محلول وحجمه اضرب التركيز في الحجم باللتر اطلع عدد المولات. طب افرض انا في الامتحان قلت لك احسب الكتله بتاع الماده، اقول يا دكتور لو عايز الماده اقول له التركيز في الحجم اطلع مولات، اضرب مولات في موليه اطلع ماده. تاني لو عايز الماده المولات في الموليه. طب مش معاك مولات بس معاك حجم وتركيز، اقول له يا عم سهله، ما انا لو معايا حجم وتركيز هضرب الحجم في التركيز اطلع ايه؟ مولات، اضرب في الموليه اطلع الماده. خدنا اخر قانون معانا، خدنا قانون التخفيف واتفقنا ايه قانون التخفيف ده بيقول ايه؟ بيقول ام واحد في واحد بيساوي ام اتنين في اتنين. مين ام واحد؟ تركيز قبل. مين ام اتنين؟ تركيز بعد. مين في واحد؟ الحجم قبل، وفي اتنين الحجم بعد التخفيف. دي كل القوانين اللي احنا خدناها في الباب الاول. ملخص كده ايه سريع قبل ما ابدا احل معاك. يلا بينا. اول مساله معانا طبعا محدش ينسى وانت رايح امتحان الكيمياء تبقى واخد معاك آلتك ومظبط امورك ومعاك قلم الرصاص وانت بتحل، بحيث يبقى معاك الاله والقلم الرصاص وانت بتحل. اول سؤال ما كتله؟ شكرا. كلمه كتله دي خلاص يبقى انا عرفت هشتغل ازاي. اول ما اسمع كلمه كتله اقول له انت عايز الكتله بتاعت الماده. يبقى الكتله يعني عايز كتله الماده مفيش غيرها. طب يا دكتور الكتله بتاع الماده لها كم قانون؟ واحد بس. الماده لسه كاتبينها بتساوي مين في مين؟ المولات في الموليه. الكتله بتساوي مين؟ المولات في الموليه. مع بعض ايه رمز المولات؟ ان. ايه رمز الموليه؟ جرام لكل مول، جرام لكل مول. يا عم واحده واحده ونحل مع بعض. تعال نقرا المساله. ما كتلة الرقم ده مول من كبريتات الأمونيوم. المسألة دي مادة ولا اتنين؟ أقول له يا دكتور المسألة دي مادة واحدة. إيه المادة الواحدة؟ كبريتات الأمونيوم. طب إيه رمز الأمونيوم؟ NH4. الناس اللي مذاكرة كويس. إيه رمز الكبريتات؟ SO4. التكافؤات بقى الكبريتات دي تكافؤها ايه؟ ثنائي. يبقى لازم احط عند الامونيوم 2. يبقى في الاول لازم اكتب الرمز صح، دي اساسيات. ماشي.
يا دكتور هو عايز كتله، الكتله بتقول مين في مين؟ المولات في الموليه، المولات معايا اهو، الرقم اللي بعد مول، يبقى المولات الرقم اللي بعد مول اهو، ده معايا المول اهو، يبقى معايا عدد ايه؟ مولات. يبقى انا امسك الرقم ده اضرب في الكتله ايه؟ الموليه. كام كتله موليه؟ اللي هو المركب ده NH42SO4. احسب الارقام اللي هو مديها لي، اروح على الاله بتاعتي احسب ده. طب احسبه ازاي؟ الN ب 14 والH 1 في 4 ب 4، واضرب ده كله في 2، يبقى اقول 14 و4 18 في 2، يبقى على الاله 18 في 2 زائد الاس مديني بكام؟ ب 32 زائد كام او هم 4 والاو بكام؟ 16، يبقى 16 في 4 في 4. احسب ده كله يطلع معايا ب 132، يبقى الكتله الموليه ب 132. اروح اضرب على الاله ده في الرقم اللي معايا في ده كله في الرقم اللي هو مديهولي 2.52 في 10 اس سالب 3 كله على الاله. طبعا طلعت معايا علامه 3 3. فين الفئه 3 3 اهي؟ الرقم كام؟ رقم د. يبقى كله بيتحل ايه؟ على الآلة تعويض مباشر، علامة 3 3 اللي هي رقم كام؟ رقم د. دي الإجابة الصح ايه بتاعتي. ماشي. رقم 2، أي مال يمثل حجم 32 جرام من غاز ثاني أكسيد الكربون في الظروف القياسية. هو عايز ايه؟ حجم. تمام، وبيديني مادة. يا مسألة انت مادة ولا اتنين؟ يرد عليا يقول لي يا دكتور دي مادة واحدة ثاني أكسيد الكبريت، يبقى حلها قوانين. طب اختار انهي قوانين؟ والله لو انت فاكر معايا كده كنا مركبينهم زمان مع بعض. ده القانون رقم 1 المولات على 1، هنا المادة ده رقم 2، ده رقم 3، ده رقم 4، ده رقم كام؟ 5. كويس. هو المسألة بتاعتي اختار انهي قوانين؟ تعال نجرب مسألة تاني. قال لك ايه يا دكتور في المسألة بتاعتي؟ حجم وجرام. شكرا. حجم وجرام. حجم ده القانون الاخير الخامس، طب جرام ده القانون الكام؟ الثاني. يبقى القانون اللي فيه كتله الثاني، والحجم مين؟ الاخير. اكتب القانون بتاع الثاني والاخير، يبقى انا افتح كده قوانيني اكتب الثاني والاخير، يبقى نعمل علاقه بين ايه وايه؟ الثاني والاخير. يبقى لما الاقي المساله بتاعتي ماده واحده بختار رقم قانون 2 من 5، بختار 2 من 5 وابدا اكتبهم. عايز حد يكتبهم. التاني بيقول ايه؟ ماده علاموليه، ماده علاموليه، ده التاني. الاخير بيقول ايه؟ حجم الغاز على الرقم الثابت. قال لك في الاس تي بي في ظروف قياسيه، بظروف الاس تي بي اللي هي كام؟ 22 و4. كويس. يا دكتور انا ما عملتش حاجه لحد دلوقتي. هو بيقول لي ايه؟ اي مما يمثل حجم، بقى انا عايز حجم، عايز حجم صح كده؟ يبقى الحجم ده هو ايه؟ مطلوب. الحجم ده ايه؟ مطلوب. ماشي. كام جرام هم؟ 32. يبقى الجرام ده احط مكانه كام؟ 32. الموليه انا اللي بحسبها، الغاز ده رمزه ايه؟ السي او 2. احسب ده الارقام يطلع 64. اقول له يا عم دلوقتي بقت سهله، معايا مجهول واحد، لو عايز ده مين في مين على مين؟ ده في ده على ده. يبقى لو عايز ده اقول 32 في ده على ده، يطلع معايا على الاله 11.2 لتر. يبقى انا بحل كل المسائل اللي فيها ماده واحده بختار رقم قانوني 2 من الخمسه، بختار 2 مع بعض. الاول فيه مولات، الثاني كتل، 3 جزيئات، 4 ذرات، 5 حجم. يبقى مولات، جرامات، جزيئات، ذرات، والحجم اخر حاجه. طبعا تعويض مباشر بالقانون على طول. طلعت كام؟ ج. اصل طلعت كام؟ ب. اللي بعده، ما هي الكتلة المولية لغاز ما إذا كانت كتلة 1.5 لتر؟ يبقى ده الحجم من الغاز تساوي 3 جرام. 3 ايه جرام؟ يبقى انا معايا جرام، جرام ولتر. يا دكتور مادة واحدة ولا اتنين؟ مادة واحدة. هو عايز غاز اهو، غاز واحد، غاز واحد، يبقى دي مادة واحدة. احلها قوانين. طب افتكر بقى انهي قوانين؟ والله لتر يبقى ده القانون الاخير، يبقى اقول ايه؟ اللتر على الرقم الثابت 22 و4 الاس تي بي. جرام ده القانون الثاني، مين على مين؟ المادة على مولية، مادة على ايه؟ مولية. بعد ما اكتب قوانيني بكتب المطلوب. مين المطلوب يا باشا؟ واحده واحده نشوف مع بعض مين المطلوب. الكتله الموليه لغاز ومديني 1.5 لتر، يبقى الحجم بكام؟ ب1.5، يبقى ده ب1.5. كويس. كام جرام هما؟ 3. الموليه مطلوبه، ما هي الكتله الموليه؟ يبقى انا اول حاجه بطلع المطلوب. ما هي الكتله الموليه؟ يبقى الموليه ده س، الموليه ده س، واول ما اكتب س الباقي كله معايا. اول ما اكتب س الباقي كله معايا. حد يعرف يطلع س؟ يا عم على الاله، ده في ده على ده، اروح على الاله اقول 3 في 22 و4 على 1.5، طلع معايا 44 و8 اللي هي رقم كام؟ رقم ب. كويس. يبقى انا كل المسائل اللي فيها ماده واحده بحلها بايه؟ بالقوانين. مساله رقم 4. احسب حجم غاز ثاني اكسيد الكربون الناتج عن خلط 20 جرام من غاز اول اكسيد الكربون، ادي اول ماده، مع كميه وفيره، وده احسب حجم غاز ثاني. يبقى هو عايز الثاني ومعايا الاول. بالله عليك طالب الثاني وعايز الاول، يبقى كام ماده؟ 2.
اول ما الاقي المساله مادتين احلها قوانين ومعادله قوانين ومعادله. طبعا انا تعبان شويه في صوتيه مريح شويه فايه اعذروني بس عشان هو ايه دور رخم شويه وانتوا ايه اكيد حاسين بيه. يبقى خلي بالك هو مادتين صح كده بحلها ايه معادله وقوانين يا باشا. المعادله كتر خير الراجل كاتبها لي. اي معادله باخد منها كام طرف؟ اتنين، المطلوب والمعلوم. فاروح اجرب مساله تاني. احسب حجم غاز ثاني اكسيد الكربون. الباشا مطلوب حجم. مطلوب ايه؟ حجم اهو لتر حجم ومطلوب عشان علامه استفهام. 20 جرام من غاز اول اكسيد الكربون دوا معلوم بايه؟ جرام. بعد ما اطلع المطلوب المعلوم بشطب على الباقي مش عايزه خلاص المساله كده خلصت. اللي هي بقى شغلك انت مع نفسك. يبقى انا في الاول بطلع المطلوب 2 سي او هنكتبها مع بعض هنا كمان اهو. ده جرام ده معلوم. الناحيه الثانيه 2 سي او 2 دوا مطلوب لتر. مطلوب ايه؟ لتر. اللي جاي بقى شغلك انت مع نفسك. يعني اول ما اكتب جرام بحسب كتله. احسب كتله يا سي يا او وفي رقم بره خلاص احسب في الاول السي او اضرب في 2. احسب في الاول السي او اضرب في 2. السي ب 12 والاو ب 16. اروح على الاله 12 زائد 16 28 في 2 بكام؟ ب 56. طب تعالى نحل هناك. اللي انت كاتبه بحل بيه. انا كاتب جرام بحسب كتله. طب انا كاتب لتر ده حجم بقى. لتر يا ولد. اللتر هضرب كام في كام؟ المولات في الرقم الثابت. الاس تي بي بضرب في كام؟ 22 و4 اهو. المطلوب تحته س. ودايما الرقم اللي جنبي س معايا في المسألة. دايما الرقم اللي جنبي س معايا في المسألة. يا فمسألة فيها كام جرام؟ 20 جرام. حد يعرف يطلع س؟ اعمل ايه؟ مقص. يبقى س ده في ده على ده. اروح على الآلة ده في ده في 20 على 6 5 طلع 16. اهي رقم كام؟ رقم د. كويس. يبقى انا المساله بتاعتي اللي لمعت فيها معادله عرفت ان هعمل كام حاجه؟ معادله ومقص. بختار المطلوب المطلوب والمعلوم واعمل علاقه بين الاثنين. المطلوب لتر يبقى ده كله باللتر. معلوم جرام ده كله بايه؟ بالجرام. ماشي. سؤال رقم 5. احسب كتلة غاز الأكسجين أدي أول مادة اللازم للتفاعل تماما مع ذرة من المغنيسيوم أدي تاني مادة. خلاص يبقى طالما مادتين لازم أكتب معادلة ومقص. اكتب معادلة في الأول. هنا مش مكتوب معادلة لازم أكتب معادلة. مين هيتفاعل مع مين؟ أصغر بس كده الخط شوية. مين هيتفاعل مع مين؟ والله الأكسجين ده هيتفاعل مع مغنيسيوم. إيه رمز المغنيسيوم؟ ام جي. هيتفاعل مع غاز إيه؟ أكسجين O2. تمام؟ يطلع ام جي او. ليه ام جي او؟ عشان المغنيسيوم ثنائي والاكسجين راحوا مع بعض. لازم ابقى مذاكر تكافؤات كويس. اوزن المعادله احط هنا 2 وهنا كام؟ 2. وزننا المعادله. ماشي. ايه كمان بقى اللي جاي؟ ارجع اجرب مساله تاني. احسب كتله الاكسجين. يا اكسجين انت مطلوب كتله. مطلوب اهو كتله اللازم للتفاعل تماما مع ذره مغنيسيوم. يا مغنيسيوم انت معلوم بس ده عدد ايه؟ ذرات عادي ولا يهمني خالص اهو. ذره يبقى ذرات. خلصت. اللي جاي شغلك انت مع نفسك. شغلك انت مع نفسك. ماشي. جرام. اول ما اكتب جرام بحسب كتله O2 ولو 16 يبقى 32. وطبعا المطلوب تحته ايه؟ س. الناحيه الثانيه ذرات. عايز حد يفكرني ايه قانون الذرات المولات في افوكادرو في عددهم؟ كم هم؟ واحده 2 او الاثنين في افوكادرو. يا مغنيسيوم انت ذره واحده. الام جي وانا بكتبه بعيد عن المعادله بكتب الام جي كام ذره؟ واحده. يبقى 2 اللي هو مولات في افوكادرو في عدد الذرات. يا مغنيسيوم انت واحده بس يبقى 2 في افوكادرو بس. كويس. دايما المطلوب تحته س. ودايما اللي جنب س معايا في المساله. اللي جنب س معايا في المساله 2 علامه 9 3 في 10 اس 21. حد يعرف يطلع س؟ يا دكتور ده في ده على ده. اروح على الاله ده في ده على ده. على الآلة بتاعتي في ده على أو 2 أفوكادرو. 2 في 6 علامة 0 2 في 10 أس 23. كويس. طلعت معايا علامة 0. فين اللي فيها 7 7 8 7 7 8 طلعت معايا علامة 0 7 7 8 عشان برضه على الآلة تبقى عارف تطلع ازاي معاك اهو. تطلع معاك كده 7 7 8. يا دكتور ده مش في الاختيارات يا عم. يا ابني افهم.
هو عمل ايه؟ راح حرك العلامة مرتين وهيضرب في 10 أس -2. يبقى انت اصلا طلعت معاك 778. دور على الاجابه اللي فيها 778. دي غلط، دي غلط، دي غلط، دي الوحده الصح. 7 7 كام؟ 8. ويبقى الاجابه الصح رقم كام؟ رقم د. هو عمل ايه؟ حرك العلامه مرتين، بقت 7 علامه 7 8 وضرب في 10 سالب كام؟ 2. مساله حلوه، فكره تقيله برضو. فخلي بالك اي مساله فيها مادتين بكتب معادله واعمل مقص. ماشي. نفس الفكره. إذا علمت إن 11 جرام من البروبان، 11 جرام بروبان، فين البروبان؟ أكيد ده أكسجين وده CO2 وده مية، أكيد البروبان ده. ماشي. احتراق التمام فإن حجم CO2 الناتج. عايز حجم مين؟ CO2 الناتج. فين يا عم ده؟ أهو عايز ده. يبقى نعمل علاقة بين ده وده. شكرا. المسألة خلصت. المسألة فيها كم مادة؟ 2. مطلوب إيه؟ ومعلوم إيه؟ مطلوب إيه؟ معلوم إيه؟ يا بروبان جرام، يا غاز مطلوب إيه؟ لتر. يبقى ده هو مطلوب لتر وده معلوم إيه؟ جرام. اللي جاي بقى شغلك انت، اللي جاي شغلك انت. اول ما اطلع المطلوب والمعلوم بشطب على الباقي، بشطب على الباقي. اول ما اطلع المطلوب والمعلوم في الامتحان يا حبيبي بتاعك بكره، وانت تسمع الفيديو ده تبقى عندك امتحان بكره وانت بتمتحن بكره. اول ما تطلع مطلوب معلوم اشطب على الباقي. ماشي. اللي جاي بقى جرام، احسب جرامات سي 3 اتش 8. اعوض بالارقام اللي هو مديها لي. طبعا هنا نسي يكتبوها، لكن الطبيعي ان هو هيديك علم بقى ان ايه؟ السي ب 12 والاتش بكام والاو طبعا ب 16 بس مش عايزها يعني، والاتش بكام؟ بواحد. احسبها عادي، وطبعا ده في الار تي بي. ماشي. اروح على الاله بتاعتي جرام، بحسب كتله سي 3 في 12 ب 36 و8 يبقى 44 جرام. الناحيه الثانيه لتر، لتر 3 في الرقم الثابت 22 4. لا ده الار تي بي صح، سوري. اول ما اسمع ار تي بي اقول له كام؟ 24. المطلوب تحته س، ودايما اللي جنب س في المساله، دايما اللي جنب س فين في المساله؟ يا مساله فيها كام جرام؟ هي 11. اعمل مقص على الاله بتاعتي 11 في ده على ده، في 11 على 44. طلع السين ب 18 لتر. سين بكام؟ 18 لتر. فين فيها 18 اهي؟ رقم كام؟ رقم ج. يبقى انا حليت مسألتي عادي خالص، طلعت معايا بكام؟ 18 لتر. ماشي. 7. يمكن تحضير غاز النشادر بين عنصرين عن من غاز نيتروجين وغاز هيدروجين. كم جرام؟ كم جرام من غاز نيتروجين تلزم تحضير ده امونيا؟ والله يا دكتور ماده ولا اتنين؟ اي مسألة لازم اعرف ماده ولا اتنين. والله هو عايز كتله نيتروجين ومعايا 72 لتر من امونيا، مادتين. لازم معادله. اشهر معادله فعل غاز مين مع غاز ايه؟ غاز النيتروجين مع غاز الهيدروجين اكون غاز ايه؟ نشادر اهو. دي اشهر معادله لازم احفظها. الوزن بتاعها كمان اهو 2 وهنا كام؟ 3. ماشي. كم جرام نيتروجين؟ نيتروجين جرام مطلوب. يا امونيا ده الامونيا اسمه نشيد اسمه امونيا. لتر معلوم، ده مش عايزه اشطب عليه خلاص. ماشي. خلصت. اللي جاي شغلك انت جرام. احسب كتله. طبعا لازم يديك هنا لان ب 14. 14 في 2 28 لتر. 2 في الرقم الثابت. كام الرقم الثابت؟ اس تي بي 22 4. كويس. المطلوب تحته س، واللي جنب س كام يا دكتور؟ اهو 72. اروح اعمل ايه؟ مقص ده في ده على ده. اروح على الاله بتاعتي 28 في 72 ده كله على الرقم ده 45. فين 45؟ ما لقيتش 45. ما اقعدش بقى يا دكتور مش لاقي 45 في الاجابات. ما هي يا ابني 45 اهي، ما هي دي 45. 44 و69 اللي هي تقريبا كام يعني؟ 45 جرام عادي خالص. الاجابه الصح رقم كام؟ د. صيغه بقى. مساله صيغه. عايز الصيغه الاوليه لمركب ناتج من عنصرين اكس وواي والكتله مديها لي. يا عم واحده واحده. اقول له مسائل الصيغه الاوليه بحلها بكام خطوه؟ 5 خطوات. فكرني كده وانت شاطر انا عارفك. فكرني ايه هي خطوات حل مسائل الصيغه الاوليه مع بعض؟ ايه هم ال5 عناصر؟ بكتب في الاول عناصر كتله موليه مولات نسبتها مع بعض. ايه هم ال5 عناصر كتله موليه مولات نسبتها مع بعض؟ ايه هم ال5 عناصر كتله موليه مولات نسبتها؟ يبقى انا بحل دلوقتي ب5 خطوات. لو عايز احسب الصيغه الاوليه بكتب 5 حاجات: العناصر، الكتله الموليه، مولات نسبتها. يا عناصر عندي عنصر وعنصر ايه؟ الاكس والزد. يا كتلة الاكس بكام؟ الاكس هو الاول يبقى الاكس ب4. الزد بكام؟ بالرقم الثاني.
المولية برضو مديها لك، الاكس بكام 16 وده بكام ب 14. بعد ما اطلع الكتلة والكتلة المولية ابدا اقسمهم على بعض، يبقى اروح على الآلة بعد ما اطلع الكتلة والمولية اقسم ده على ده، اقسم ده على ده، اقسم ده على ده يطلع ربع، اقسم ده على ده يطلع 1/10. بعد ما اطلع المولات بقسم على الصغير، بعد ما اطلع المولات بقسم على الصغير، مين الصغير 1/10، ده يطلع 1، ده يطلع 2.5. بص بقى، ما ينفعش الصيغه الاوليه يبقى فيها كسر، لان انت لما خدنا الصيغه الاوليه قلنا هي ابسط نسبه عدديه صحيحه، فالصيغه الاوليه لازم تكون ارقام صحيحه. لو طلع نص هضرب كله في كام؟ في 2، اضرب في 2، 1 في 2 ب 2 يبقى زائد 2، 2 في 2 2 ونص في 2 بكام؟ ب5، يبقى الاجابه زائد 2 اكس 5 زائد 2 اكس 5. رقم كام؟ رقم دي. كويس. يبقى انا فضلت ماشي ماشي، طلعت مع نص، اضرب كله في كام؟ في 2. اللي بعده، إذا كانت الكتلة المولية لمركب هي دي الكتلة المولية، الكتلة بتاعت المركب كله، أو المولية للكتلة بتاع المركب، وكانت صيغته الأولية CH، دي الأولية، فما هي الصيغة الجزائية؟ أقول عم واحدة واحدة. الصيغة الجزائية لها قانون بتقول إيه؟ لو عايز الصيغة الجزائية بتقول إيه؟ الصغيرة في الوحدات، يبقى الصيغة الجزائية بتساوي الصيغة الأولية في N. ايه رمز الاوليه؟ سي اتش اهو في ان الوحدات. طب الان دي بحسبها ازاي؟ بقسم الكتله الكبيره على الكتله الصغيره. ان بحسبها ازاي؟ بقسم الكتله الكبيره على الكتله الصغيره، الكتله الكبيره على الكتله الصغيره. الكتله الكبيره بكام؟ 78. الكتله الصغيره انا اللي بحسبها السي ب 12 والاتش بواحد، 1 و12 كام؟ 13. اروح اقسم ده على ده تطلع معايا 6. طلع معايا بكام؟ 6. يبقى اروح اضرب ده في كام؟ في 6. اضرب معايا في 6 بقى، سي 6 سي 6 اتش 6، يبقى اتش 6 دي اسمها الصيغه الجزائيه اللي رقم كام؟ رقم جي. يبقى انا دلوقتي حليت المساله عادي، هو عايز الصيغه الجزائيه، اقول له الصيغه الجزائيه بتساوي، لو معاك اوليه خلاص شكرا يبقى الاوليه في الوحدات، لو معاك اوليه يبقى هو راجل مريحك. طب لو مش معاك اوليه كنت هعمل 5 خطوات، وبعد ما اعمل 5 خطوات اطلع الاوليه. طب لو انا معايا اوليه على طول خلاص احل على طول، اضرب الاوليه دي في رقم، الرقم ده اسمه عدد التكرار او عدد الوحدات. الوحدات ده بقى بحسبه ازاي؟ بقسم الكتله الكبيره على الكتله الصغيره، بقسم الكتله الكبيره على الكتله الصغيره. الكبيره 78 والصغيره ب 13. طب الصغيره عرفتها ازاي؟ سي اتش ب 13، السي ب 12 والاتش ب 1. هقول لك حته كده خباثه للناس الذكيه اللي عايزه تحل السؤال ده من غير ما تعمل اي خطوات ولا تعوض باي قوانين. هو معاك الكتله بتاع المركب كله بكام؟ 78. تعمل ايه؟ تروح تحسب، هو عايز الصيغه الجزئيه، تحسب دي ودي ودي ودي، اللي تطلع 78 اختارها تاني. الكتله بتاع المركب كلها 78. تروح تحسب ده على الاله، ده هيطلع ب 26 غلط. تحسب ده على الاله هيطلع ب 4 في 12 ب 48، يطلع ب 52 غلط. ده يطلع ب 78 ده الصح، يبقى انت تحسب على طول تمام، واللي تطلع ب 78 اختارها، يبقى الاجابه الصح رقم كام؟ ج. رقم 10، مركب هيدروكربوني النسبه المئويه الكتليه للكربون معايا نسبه كربون اهي، فان الصيغه الجزئيه او نعمل واحده واحده. انت عايز صيغه جزئيه صح؟ عشان احسب صيغه جزئيه لازم يبقى معايا اوليه. طب مش معايا اوليه لازم انا احسبها بقى. اتعلم يلا احسب اوليه. ايه هما 5 خطوات حساب الصيغه الاوليه؟ عناصر، نسبه، بعد كده موليه، بعد كده مولات، بعد كده نسبتها. بسرعه العناصر هو قال لي هيدروكربوني. اول ما تلاقي كلمه هيدروكربون يبقى فيه عنصرين سي اتش بس، هيدروكربون يبقى ايه؟ سي و اتش. النسبه معايا النسبه ده ب 85 تقريبا، يبقى التاني نسبته كام؟ 15 تقريبا. الموليه حافظينها الاتش بواحد والسي بكام؟ ب 12. اروح اقسم ده على ده يطلع 15 تقريبا، ده على ده يطلع كام؟ 7.5 تقريبا. ماشي. بعد ما اطلع المولات بقسم على الصغير، مين الصغير ده؟ 7.5، 7.5 ده يطلع 1، ده يطلع 2. يبقى المركب بتاعي سي واحدة اتش 2، يبقى ايه؟ سي واحدة اتش 2 دي الصيغة الأولية. واهدى لأن هو مش عايز أولية، هو عايز صيغة جزئية. لسه حلين أختها. لو عايز الصيغة الجزئية بضرب الأولية في الرقم، بضرب الأولية في الرقم. الرقم ده بجيبه ازاي؟ بقسم الكتلة الكبيرة
على الكتله الصغيره اللي انا بحسبها، يبقى بقسم الكتله الكبيره اللي مديها لي على الكتله الصغيره اللي انا بحسبها سي اتش 2 السي 1 والاتش السي واحده. طب السي الواحده بكام؟ ب 12. يبقى ده 12 زائد 1 في 2 يطلع 14. اقسم ده على 14 يطلع 4. يطلع كام؟ 4. اذا انا هضرب ده في 4. اضرب معايا كده في 4. الناس بتحب الرياضه. سي واحده في 4 يبقى سي 4. 2 في 4 يبقى اتش 8. الإجابة الصح سي 4 اتش 8. سي 4 اتش 8. طبعا مش موجود عندي. غلطة هنا كبيرة. يبقى الإجابة الصح أقول له إيه؟ سي 4 اتش 8. طبعا الدكتور اللي كتبت الأسئلة دي كتبت الاختيارات رقم 9 زي رقم 10. كتبت 9 زي 10. طبعا ده سؤال غير ده، فالإجابة الصح هنعدلها معلش تخليها سي 4 اتش 8. يبقى دي 4 بدل 8. الإجابة الصح سي 4 اتش كام؟ 8. ماشي. يبقى رقم 10 بعد ما احلها تطلع الإجابة الصح كام؟ سي 4 اتش 8. ماشي. 11 عدد الوحدات الصيغة الأولية. اكتب ده الرقم اللي بقسم عليه أو بضرب فيه. يبقى عدد الوحدات ده الرقم اللي انا بقسم عليه او بضرب فيه. يبقى لما اقول لك عايز عدد الوحدات تقول لي ده الرقم اللي بضرب فيه او بقسم عليه. عايز حد يختصر معايا المركب ده يبقى الجسم على كام؟ على 6. يبقى هم كام وحده؟ 6 بس كده. يبقى الوحدات ده الرقم اللي بقسم عليه او بضرب فيه. يبقى الوحدات ده الرقم اللي بعمل ايه؟ بضرب فيه او بقسم ايه عليه. رقم 12. إذا علمت أن الصيغة سي 4 اتش 10 تمثل مركبين مختلفين بيوتين والايزوبيوتين. ماشي يا عم. الصيغة دي تنفع مركبين كويس. طبعا دي صيغه جزيئيه. الصيغه دي اسمها صيغه جزيئيه. ما نوع الصيغه الكيميائيه التي يمكن ان تميز بين هذه المركبين؟ يا شباب لو عندي صيغه تنفع لاكثر من مركب اللي بيفصل بين المركبات هي الصيغه البنائيه. يبقى خلي بالك اللي بيميز بين المركبات هي الصيغه البنائيه، لان الصيغه البنائيه دي بتبقى باينه فيها الرسمه، ده مرسوم ازاي، في كام رابطه، شكل السي، شكل كل حاجه. فدايما خليك عارف ان اللي بيميز بين المركبات الكيميائيه والمركبات العضويه هو الصيغه البنائيه، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في ثالثه ثانوي. عليك كده خير. 13 عند تخفيف محلول حمض كبريتيك تركيزه من ده لده. لما بخفف يعني كلمه تخفيف بزود ايه؟ ميه. طب انا لما بخفف بزود ميه، عدد مولات الحمض ايه؟ ثابته. يبقى عدد مولات ايه؟ يظل كما هو. فخلي بالك لما بتعمل تخفيف التركيز بيقل والحجم بيزيد لكن المولات ثابته. طب الناس عايزه تفهمها اكتر. مش المولات دي لسه واخدينها بيساوي التركيز في الحجم. تاني المولات بتساوي مين في مين؟ التركيز في الحجم. طب ده قل وده زاد يبقى ده ثابت. او واحد قل انا بضرب ده في ده اطلع ده. طب واحد قل وده ايه؟ زاد يبقى ده هو ايه؟ ثابت. لو ده كان واحد وده كان واحد ضربهم بيساوي كام؟ واحد. طب لو ده قل بقى نص ده يزيد بقى كام؟ 2. 2 في نص بكام؟ برضه بواحد. فخلي بالك عند التخفيف احفظها كويس وفهمها كويس. التركيزات بتقل الحجم يزيد المولات ايه؟ ثابته لا تتغير بيظل كما هو. 14 حجم حمض الكبريتيك 2 ام اللازم لتحضير 250 مللي من محلول تركيزه المولاري كذا. اقول لها واحده واحده. هو عايز ايه؟ حجم حمض الكبريتيك معايا تركيزه اللازم لتحضير 250 مللي من محلول تركيزه المولاري كذا. واحده واحده. هو عايز حجم حمض الكبريتيك. حمض الكبريتيك ده كان تركيزه كام؟ 2. يبقى ده هو ام 1. يبقى انا مديك الحمض تركيزه 2 اللازم لتحضير 250 مللي. بعد كلمه تحضير ده اللي هيتحضر يبقى ده في 2. تاني ده اللي هيتحضر ده اللي انا عايز احضر ده الحجم ايه؟ الكلي. كويس. ده الحجم الكلي اللي هو في 2 من محلول تركيزه المولاري كذا. يبقى ده التركيز ايه؟ النهائي. تاني يبقى انا معايا التركيز الاولاني. التركيز الاولاني كان 2 والتركيز النهائي بقى ربع. والله منطقيه لان اكيد لما بعمل تخفيف او بحضر حاجه التركيز بيقل. طب انا عايز احضر كام؟ 250 مللي. ده اللي انا عايز احضره. كلمه اللي يجي بعد كلمه تحضير يبقى ده في 2. تاني اللي يجي بعد كلمه تحضير يبقى ده في 2. ما انا حضرت لتر يبقى الحجم النهائي لتر. ماشي. طالما يا دكتور سمعت كلمه تحضير اقول يا باشا في الامتحان اول ما اسمع كلمه تحضير او تخفيف اكتب قانون التخفيف. ايه قانون التخفيف بقى؟ ام 1 في 1 بيساوي ام 2 في 2. نحل مع بعض. التركيز الاول كان كام؟ 2. التركيز النهائي كام يا دكتور؟ ربع. الحجم الاولاني كام؟ والله يا دكتور الحجم الاولاني مش عارفه هو طالبه. الحجم النهائي كام؟ 250 مللي. بس كده.
يبقى هو في بدايه المساله كان عايز حجم حمض الكبريتيك، يعني عايز في واحد. في واحد يا دكتور زي ما هو مجهول اهو، ومديني التركيز الاولاني باتنين، يبقى التركيز الاولاني باتنين. يبقى انا اول ما اسمع كلمه تحضير، يبقى انا في الامتحان اول ما اسمع كلمه تحضير او تخفيف يبقى ده مساله على طول قانون تخفيف ام 1 في 1 يساوي ام 2 في 2. كده التعويض طلعت معايا في 2 بكام؟ بالرقم ده. اخترته تعويض ايه؟ مباشر. مساله رقم 15. اذا كان التركيز المولاري لايونات الليثيوم، ايونات الالومنيوم سوري، في محلول كبريت الالومنيوم هو ده. ده تركيز الالومنيوم، ايونات الالومنيوم. ماشي. ما هو التركيز المولاري لمحلول الملح؟ واحده واحده نفكر مع بعض. يا مركب انت Al2SO4 الكوليستري لما تتفك بتطلع كام الومنيوم؟ يقول يا دكتور انا عندي Al2 يبقى عندي كام الومنيوم؟ 2 يبقى عندي 2 الومنيوم. هو بيحكي عن الالومنيوم خلاص، بس كده يا عم كفايه الومنيوم. طلع كان عايز كبريتات كنت اقول 3SO4. ماشي. السؤال لو ده كان تركيزه واحد، ده يبقى تركيزه كام؟ 2. ما هي نسبه وتناسب. لو ده واحد يبقى هو 2 اهو قدام عيني قدام عيني. يبقى لو ده واحد يبقى هو كام؟ 2 اللي هو ايونات الالومنيوم. طب هو قال لك اذا كان تركيز ايونات الالومنيوم هو 6/10، لو ده 6/10 يبقى ده كام؟ يبقى ده س. بس كده. وعمل مقص تاني. لو ده واحد يبقى ده 2. طب لو ده 6/10 يبقى ده كام؟ س. في طالب يحلها بدماغه يقول لك لو ده 2 يبقى ده نصها واحد. طب لو ده 6 يبقى ده كام؟ 3/10. تاني الاثنين نصها واحد يبقى 6/10 نصها كام؟ 3/10. او اعملها مقص عادي. ده في ده، ده 6/10 في ده على ده تطلع كام؟ 3/10 رقم ده. كويس. 16. تم تخفيف. شكرا ما تكملش يا باشا. اكتب قانون تخفيفي ام 1 في 1 يساوي ام 2 في 2. كويس. واحده واحده ونكتب ارقامنا صح. تم تخفيف 100 مللي. 100 مللي ده اللي اتخفف، يبقى 100 مللي ده الحجم الاول ولا النهائي؟ الاولاني. يبقى الفي 1 ده ب 100. تم تخفيف 100 مللي من كبريتات الليثيوم ام. ماشي. من كبريتات الليثيوم ليصبح حجم المحلول كام؟ 400. حجم المحلول كام؟ 400. حجم المحلول النهائي يبقى الحجم الكلي هيبقى كام؟ 400 في. طبعا هنا كده لازم يديني التركيز الاولاني بس هو ايه؟ اتنسى هنا. تم تخفيف 100 مللي من كبريت الليثيوم تركيزها كذا. ماشي. طبعا هنا لازم يديني التركيز بس هو ايه؟ اللي بيكتب السؤال ده نسي يكتب التركيز. ليصبح حجم المحلول 400 مللي، ده الحجم النهائي. ما التركيز المولاري النهائي لايونات الليثيوم؟ يبقى هو عايز التركيز النهائي لايونات مين؟ الليثيوم. كويس. انا هفرض من عندي مثلا اي مساله دلوقتي، هفرض ان التركيز الاولاني مثلا كان واحد، وده هيبقى مثلا ربع. كويس. يبقى ده افرض ان هو ايه؟ واحد. ماشي. كويس. يبقى افرض ان ده واحد ام. حل بقى معايا. لو ده التركيز كان واحد، بعد ما اخف التركيز هيعمل ايه؟ هيجي لي حد شاطر يعرف يقول لي يا دكتور لو عايز ام 2 اضرب في مين؟ ده في ده على دوران الاله 100 في 1 على 400 يطلع التركيز النهائي بربع. ده التركيز النهائي. الاقي بقى طلبه راحت اختارت ربع. الاجابه دي اقول له يا عم غلط. ليه؟ هو مش عايز تركيز المركب، تمام؟ هو عايز تركيز ايه؟ ايونات الليثيوم. واتفقنا مع بعض طالما عايز ايونات لازم اضرب في عددهم. يعني ايه؟ يا ليثيوم انت كام ليثيوم؟ 2. الربع ده يا دكتور ده تركيز المركب كله. زي هنا كده كان تركيز المركب كله كام؟ 1. لكن التركيز ده يبقى ايه؟ 2 الضعف. طب نفس الفكره برضو يا دكتور المركب كله تركيزه بكام؟ بربع. طب هو عايز الليثيوم اللي جوه. الليثيوم فيه كام ليثيوم؟ 2. يبقى هضرب المركب كله في 2. يبقى اضرب ربع في 2 يطلع بكام؟ بنص. تطلع الليثيوم الضعف اللي هو كام؟ نص. او في طالب يحل بطريقه ثانيه يقول لك يا دكتور الليثيوم ضعف المركب، يعني المركب كله بواحد، تمام؟ يبقى الليثيوم الضعف. طب لو المركب كله بربع يبقى ضعفها كام؟ نص. اللي يبقى الصح رقم كام؟ ب. ودي جت في التقييمات برضه اسئله مهمه. 17. اي الجسيمات التاليه لا يتاثر بالمجال الكهربي؟ يبقى انا عايز حد متعادل. كلمه لا يتاثر كده يبقى عايز حد ايه؟ متعادل الشحنه. بيتا سالبه، الفا موجبه، ذرات متعادله، الكترونات سالبه. بس كده يبقى صح رقم كام؟ د. فكلمه لا يتاثر بالمجال الكهربي هو عندنا مجال كهربي. مجال كهربي يعني موجب وسالب. ده مجال كهرباء موجب وسالب. ده مجال كهربي. لو انا حطيت الكترون سالب ينحرف عند الموجب. طب لو انا حطيت حد موجب يروح عند ايه؟ السالب. طب لو حطيت ذره متعادله تمشي في خط مستقيم. يبقى الذرات متعادله تمشي في خط مستقيم لا تتاثر.
18. ما هو العامل الذي يحدد قيمة زاوية انحراف ألفا في تجربة رذرفورد؟ والله يا باشا اللي بيحدد قيمة الانحراف بتاعت ألفا هو شحنة العدد الذري، الشحنة اللي هو العدد الذري. يبقى اللي بيحدد معايا الشحنة اللي هو عدد الذري، ده اللي بيحدد قوة الانحراف. والله لو ألفا ماشية وخبطت في نواة مثلا زي الذهب ده كان عنده 79 موجب، فيعمل انحراف كبير. طب الألفا ماشية وجابت حد عدد ذري قليل، يبقى يعمل انحراف قليل. فاللي بيحدد الزاوية هو الشحنة أو العدد الذري. 19. ماذا يحدث للطاقة الإثارة إلكترون من مستوى N لمستوى N زائد 1؟ يعني مثلا المستوى الأول مثلا للمستوى الثاني، كلما زادت قيمة ال N، يعني كل ما ال N بيزيد من أول للتاني، التاني للتالت، التالت الرابع، الخامس السادس، وأنا ماشي ال N بيعمل إيه؟ بيزيد. لكن الطاقة اللازمة للإثارة بتعمل إيه؟ بتقل. لأن خلي بالك واحنا بنرسم مع بعض قلنا الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، قلنا كلما ابتعدنا الفرق بيعمل إيه؟ يقل. يبقى يقل الفرق اللازم للانتقال. خلي بالك كلما الان زاد كلما ابتعدنا عن النواه، يعني كلما الان زاد يقل الطاقه اللازمه للانتقال، تقل الطاقه اللازمه للانتقال لرقم كام؟ 1000. 20. جميع ما يلي تم تعديله في نموذج بور فيما بعد بسبب قصور نموذج بور في تفسير بعض الظواهر المفاهيم ما عدا. يبقى جميع ما يلي تم تعديله في نموذج بور ما عدا، يبقى انا عايز حاجه ما اتعدلتش بسبب قصور نموذج بور في تفسير بعض الظواهر المفاهيم ما عدا، عايز حاجه ايه؟ ما تعدلتش. طبعا الالكترون جسيم مادي فقط ده تعدل، لان هو قال جسيم مادي فقط، جت النظريه جت له ايه؟ جسيم مادي وليه خواص موجيه، ده تعدل. تدور الالكترونات في مدارات محدده، والله تعدل. عرفنا ان الالكترون ده بيلف حاجه اسمها ايه؟ سحابه الكترونيه. لا يمكن تحديد مكان وصول الالكترون اصلا، ده مش كلام بور، اصلا ده بور بقى قال ايه؟ يمكن تحديد المكان والسرعه. يبقى كل ده تعدل. يبقى جسيم مادي تعدل، تدور الالكترون في مدارات محدده تعدل. وعرفنا ان الالكترون بيلف حاجه اسمها سحابه الكترونيه. الذره مسطحه، عرفنا بعد كده ان الذره ليست ايه؟ مسطحه وليها اتجاهات فراغيه. لكن هل بور اصلا قال لا يمكن تحديد السرعه والمكان؟ لا بالعكس، ده بور قال ايه؟ يمكن تحديد. فدي الحاجه الوحيده اللي مش كلام بور. ماشي، يبقى رقم 20 ده. 21. يختلف الطيف الخطي. ليه الطيف الخطي بيختلف من عنصر لاخر؟ لاختلاف العدد الذري. مفيش عنصرين ليهم نفس الطيف الخطي، لاختلاف العدد الذري. تمام. وده اللي خلى الهيدروجين ليه كام لون؟ 4، احمر اخضر ازرق بنفسجي، 4 الوان. خلي بالك الطيف الخطي هو خاصيه مميزه للعنصر، لانه ايه؟ لا يوجد عنصران لهم نفس الطيف الخطي لاختلاف العدد الذري. وفقا لبور، ما هو الشرط اللازم لانتقال الالكترون من المستوى الثاني للمستوى الرابع؟ والله عشان ينتقل من المستوى الثاني للرابع لازم يكتسب طاقه تساوي الفرق بين المستويين. يفقد؟ لا، انا عايزه ينتقل من الثاني للرابع، يبقى ده طالع، يبقى لازم ايه؟ يكتسب. يبقى يفقد غلط، يبقى يكتسب صح. يكتسب كما من الطاقه يساوي الفرق بين طاقه المستويين. ايوه، لازم ياخد طاقه تساوي الفرق بين المستويين. يعني مثلا لو انا في المستوى الثاني عايز اطلع للرابع، لو الفرق هنا مثلا 200، يبقى انا عشان اطلع من هنا لحد هنا لازم اخد طاقه مقدارها كام؟ 200. ماشي. اللي بعده، جميع ما يلي لا يمكن ان تكون قيمته بصفر ما عدا. حلو السؤال ده. بص كده، جميع ما يلي لا يمكن ما عدا نفي اثبات. يبقى انا عايز حاجه قيمتها تنفع تاخد صفر. تاني، جميع ما يلي لا يمكن ان تكون قيمته بصفر ما عدا. كله ما ينفعش يبقى بصفر ما عدا، يبقى انا عايز حاجه تنفع تبقى بصفر. الكوانتم دي طاقه، والطاقه ما ينفعش تبقى بصفر. الكم الرئيسي من 1 ل 7 ما ينفعش يبقى بصفر. البروتون، والله اي ذره فيها نواه، والنواه دايما فيها حد موجب جوه، فاكيد برضو ده ما ينفعش يبقى بصفر. يبقى البروتون ده لازم يبقى اي ذره فيها عدد ذري، والعدد الذري اللي هو عدد البروتون. تمام، عدد ذري عدد البروتون. لكن النيوترون ينفع يبقى بصفر عادي. ليه؟ النيوترون ده خدناه زمان لما انا باجي مثلا اطرح كده الهيدروجين، عدد ذري من 1 من كتله 1. ايه هو النيوترون؟ الطرح بين الاثنين. النيوترون الطرح بين الاثنين، لما اطرح 1 من 1 يطلع كام؟ صفر. ففي ذره عادي ينفع يبقى ما عندهاش ولا نيوترون زي ذره الهيدروجين، فده ينفع يبقى بصفر عادي. ماشي. طب مثلا يا اكسجين 8 16، ده اسمه عدد كتلي، ده اسمه عدد ذري، الطرح بينهم كام؟ 8. 8 ده اسمه عدد النيوترونات، فعدد النيوترونات ده ينفع يبقى برقم او ينفع يبقى بكام؟ بصفر. ده الوحيد اللي ينفع يبقى بصفر فيهم. 24. كل ما يلي من خصائص الالكترون ما عدا. جسيم مادي، ايوه صح. لا خص موجيه، ايوه صح. يفقد طاقه عندما ينتقل لمستوى طاقه الى اخر اعلى منه، لا.
ده لما بينتقل لمستوى الطاقه اعلى منه بيعمل ايه؟ بيكتسب مش بيفقد، يبقى كله صح ما عدا، وطبعا يتاثر بالمجالين لان هو شحنه وكتله، يتاثر بالمجالين كله صح ما عدا ب. اي الاختيارات اللي هي تشابه باكبر عدد الكترونات، مين اللي فيه اكبر عدد الكترونات؟ عايز حد عنده اكبر عدد الكترونات. اوربيتال المستوى الفرعي اف، اوربيتال اف، الاف بيشيل كام الكترون؟ 2. هل الاوربيتال ده ماشي اوربيتال يعني بيشيل 2 الكترون. مستوى الطاقه ان ب 2، الرئيس الثاني كي ال الثاني ده بيشيل كام؟ 8. المستوى الفرعي البي ده بيشيل كام؟ 6. المستوى الفرعي دي بيشيل كام؟ 10. فين اكبر واحد شايل؟ اكبر واحد شايل له رقم كام؟ رقم د. تمام، يبقى اكبر واحد شايل رقم كام؟ د. اوعى حد يقول اكتر من الاف بيشيل اكتر، هقول لك ايه؟ اوربيتال من الاف، والاف ده عنده 7 اوربيتالات، الاوربيتال واحد بيشيل 2. عارف من غير كلمه اوربيتال دي كانت هو دي الاجابه الصح. تمام. 26. اي من الاختيارات التاليه يساوي عدد اوربيتالات التي يمكن ان يشغلها الكترون له عدد الكم الرئيسي ان ب5 و ام ال بسالب 2. رقم الاوضه بكام؟ بسالب 2. هقول لك ايه؟ اي من الاختيارات التاليه يساوي عدد الاوربيتالات التي يمكن ان يشغلها الكترون له ده وده. طب واحده واحده. هو لو ان ب5، لو ان بكام؟ ب5، يبقى ال احتمال يبقى كام؟ ال احتمال يكون 0 او 1 او 2 او 3. كويس ماشي. طب واحده واحده نعد مع بعض. لو ال بصفر يبقى ام ال برضه بصفر. طب لو ال بواحد من سالب 1 صفر موجب 1. طب لو ال باتنين من سالب 2 لموجب 2. طب لو ال بتلاتة سالب 3 سالب 2 سالب 1 وهكذا لحد كام؟ موجب 3. هو بيقول لك لو ان ب5 وام ال بسالب 2 في كام اوضه ينفع يبقى متشال فيها الكترون؟ اقول لها سهله، كام اوضه؟ طبعا لو انت بصفر فما فيش اوض بسالب 2، انا عايز اوضه تاخد بكام؟ سالب 2 اهو. انا عايز اوضه ينفع ارقامها بكام؟ سالب 2. الصفر ما عندوش حد بسالب 2، هو الصفر الاس صفر واحد بس، اوضه واحده بس. البي كام اوضه؟ 3، ما عندهمش برضه سالب 2. لكن لو انا باتنين، لو الدي باتنين يبقى في سالب 2 اهو. طب لو اف في سالب 2 اهو، يبقى في كام اوضه معايا؟ 2 بس. يبقى في كام اوربيتال؟ اقول له 2 اوربيتالات رقم ب. ليه؟ لان لو ان ب5 يبقى ده المستوى الخامس، والمستوى الخامس عنده ايه؟ اس بي دي اف. الاس ما عندهاش سالب 2، البي ما عندهاش سالب 2، لكن الدي عندها سالب 2 والاف برضه عندها سالب 2. عايز حد يفكرني قيم الكم المغناطيسي؟ الاس اوضه واحده بصفر، الاس اوضه صفر، البي من سالب 1 لموجب 1، الدي من سالب 2 لموجب 2، الاف من سالب 3 لموجب 3. فاللي ينفع سالب 2 هو الدي والاف، برقم ب صح. اكبر ذره من حيث الحجم طبعا في المجموعه هي 1 اي، اكبر حجم عناصر مين؟ ال1 اي طبعا. 28. كل ما يلي يصف مستوى الطاقه ان ب3 ما عدا، ان ب3 ما عدا. هل المستوى الثالث ده انا عايز حاجه غلط يحتوي على مستويات الطاقه؟ 3 مستويات طاقه فرعيه؟ فعلا في 3 اس 3 بي 3 دي صح، انا عايز غلط. يشيل 18؟ ايوه صح. 9 اوض؟ ايوه صح. طاقته اكبر من الرابع؟ لا، ده بالعكس، احنا قلنا كلما ابتعدنا عن النواه طاقه المستوى بتزيد، لكن الفرق بيقل لكن طاقه المستوى بتزيد، يبقى هو طاقته اقل مش اكبر طبعا من الرابع. 29. ذره عنصر تحتوي على الكترون مفرط في المستوى 3 بي. 3 بي ده عنده الكترون مفرط ماشي. طب امتى يا بي امتى انت يبقى عندك واحد مفرد؟ تقول دكتور لو شايله واحد كده عندي مفرد اهو، انا عندي واحد بس مفرد لو شايله واحد، او لو شايله 5. ليه؟ لو شايله 5 1 2 3 فرد حسب هند، ثم بعمل ازدواج 4 5. لو شايله 5 برضو عندك مفرد برضو واحد. يبقى امتى ال3 بي يبقى عندها الكترون مفرد واحد؟ لو البي شايله كام او شايله كام؟ شايله واحد او شايله 5. اروح بقى انا عايز العدد الذري، اقول العدد الذري يبقى اوزع من الاول 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 بعديها 3 اس 2 بعد كده 3 بي 1، او عندي احتمال تاني 3 بي كام؟ 5. يبقى ده صح وده صح. يا دكتور 2 و2 6 10 12 12 و12 واحد كام؟ 13. فيبقى 13 اجابه صح. يبقى 13 اجابه صح. 13 13 ماشي تمام، ده 13. او
12 لحد هنا 12 و5 كام 17، بقول له كام وكام 12 او 17. الاجابه الصح 12 او 17. ده بيخلي 3 بي فيها كام الكترون؟ واحد. 12 لو شالها كام او كام؟ قلنا 13 او 17. يبقى لو شالها 13 هوزع 13 هيبقى البي فيها واحد، يبقى عندها واحد مفرد. طب 17 البي فيها 5 برضه فيها واحد مفرد، بس انت عدلها خلاها ايه 13 مش 31. يبقى الاجابه الصح كام وكام؟ 13 او 17. 30. يحتوي العنصر X على عدد الإلكترونات في مستوى الفرع S يساوي إلكترونات الدي. طب هو الإس ده آخره يشيل كام؟ 2. يبقى الإس شايلة 2 والدي شايلة كام؟ 2 برضه. يبقى هو قال لك يحتوي الإس على إلكترونات جد الدي. طب هو الإس آخره يشيل كام؟ 2. يبقى دي برضه شايلة كام؟ 2. وطبعا ال 3 دي جاب لي الفور إس. فإن التوزيع الإلكتروني لإكس موجب 2. لا فكرني بقى يعني إيه موجب 2؟ هيفقد 2. طب لما العنصر ده يحب يفقد من الدي ولا من الاس؟ والله ده التالت وده الرابع. لما احب افقد من ال 3 دي ولا 4 اس؟ 4 اس طبعا، فافقد من 4 اس، فافقد 2 وده يبقى صفر، ف 4 اس يبقى صفر. فاي حاجه فيها 4 اس غلط. 4 اس غلط. طب انا اخري ايه؟ هيبقى اخري 3 دي 2. اخري ايه؟ 3 دي 2 اللي رقم كام؟ رقم ج. طبعا ده مش اخري، هيبقى اخري 3 دي 2. يبقى انا في الامتحان هو قال لي المستوى ال 4 اس شايل الكترونات يساوي ال 3 دي. طب ويا اس انت اخرك تشيل كام 2؟ يبقى ال 3 دي برضه شايل كام 2 وفقط 2 ويتبقى عندي ال 3 دي 2. 31. اعداد الكم لاخر الكترون في ذره ما هي دي. فان العدد الذري، او يا عم واحده واحده، انت عايز العدد ايه؟ الذري. كويس. لو عرفت النهاية ايه هعرف العدد الذري كام. يبقى لازم اعرف ايه النهاية ايه. لازم اعرف النهاية ايه عشان اعرف العدد الذري. لازم اعرف النهاية ايه. ان ب3 يبقى ده 3، اللي ب2 يبقى 3 دي. تاني ان ب3 واللي ب2 يبقى 3 دي. ام اللي بكام؟ بسالب 2. ام اللي بكام؟ سالب 2. يبقى ان ب3 واللي ب2 يبقى 3 دي. كويس. ام ال ارسم بقى يا دي انت كام اوضه؟ يقول يا دكتور الدي ده 5 اوض. ايه هما الخمس اوض؟ سالب 2 سالب 1 صفر موجب 1 موجب 2. ده الدي اهو. سالب 2 يبقى ساكن هنا، ساكن هنا، يا دي ساكن هنا. وشه فين؟ وشه فوق يبقى ده اول واحد، اول واحد اهو. وشه فوق يبقى اول واحد بس كده. يبقى اخر واحد اللي هو اول واحد. يبقى اخر واحد اللي هو اول واحد في الدي. خلاص يبقى دي شايله واحد. طب طالما الدي شايله واحد، والله احنا حافظينها مع بعض. لو الدي شايله واحد يبقى عدد ذري كام؟ 21. طب لو الدي شايله 2 22. طب 3 23. طب 6 26. يبقى احلها 21 على طول. طب انا عايز يا دكتور مش فاهمها، خلاص اروح اوزع من الاول لحد ما اوصل الاقي ارض من 18 بعديها 4 اس 2 3 دي 1 18 و22 واحد كام؟ 21. 32. إذا علمت أن مجموع أعداد الكم المغزلي لإلكترون عنصر ما يساوي 3 فإن العدد الذري هذا العنصر. واحدة واحدة. هو عايز العدد الذري ومديني مجموع أعداد الكم المغزلي يساوي 3. معناها الحتة دي لما أقول لك مجموع قيم الكم المغزلي بيساوي 3 معنى إن هو عنده 6 مفرد. ليه؟ معنى 6 مفرد يعني عندي 6 وش من فوق، والواحد اللي وش فوق بنص موجب نص. مش احنا خدنا الكم المغزلي موجب نص او سالب نص؟ امتى يطلع المجموع كله 3؟ لو عندي 6 انصاص. يعني 6 انصاص يعني عندي 6 انصاص موجبه، يعني عندي 6 وش من فوق. فلما اقول لك مجموع الكم المغزلي ب3 يبقى ده عنده 6 الكترونات وش من فوق. طب مين العنصر الوحيد اللي حاله شاذ اللي كان عنده 6 وش من فوق؟ هو عدد ذري كام؟ 24. توزع 24 تلاقي الدي فيها 5، وطبعا ده كله مفرد، والاس فيها 1 برضه مفرد. يبقى 1 2 3 4 5 5 6. عنده 6 مفرد. 1 و5 6. اجمع كده الكم المغزلي موجب نص موجب نص موجب نص، كل ده موجب نص. يبقى اي حد وش فوق بكام؟ موجب نص. تمام؟ فكلمه مجموعهم بثلاثه يبقى عنده 6 ايه؟ مفرد، يبقى 24. 33. عدد الكترونات لها عدد الكم المغزلي ام ال بصفر في الكوبالت 27. واحده واحده. يا كوبالت 27 موجب كام؟ 2. هوزع واشوف. وزع، بس طالما عايز يعد الام ال لازم اوزع من الاول. طالما عايز يعد الام ال لازم اوزع من الاول. يا كوبالت وزع من الاول. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 بعدها 3 اس 2 3 بي 6
بعديها 4 اس 2 3 دي 7. كويس، خلصت 27. يعني موجب 2 بقى هيفقد 2، افقد مين؟ افقد من الاس، اشطب يعني معانا الاس اهو، شكرا يا اس، خلاص مش عايزين. عد بقى معايا كلمة ام ال بصفر، يعني رقم اوضته بصفر، رقم اوضته بصفر. يا اس كم الكترون؟ 2، والله رقمهم فعلا بصفر. يبقى الاس هعد كل اس، ليه؟ الاس دايما رقم اوضته بصفر، وهو عايز الام ال بصفر، يبقى انا هعد كل اس. 2 4 6 6 لحد دلوقتي كام؟ 6 الكترونات زائد، لسه ما خلصتش. يا بي انت كام اوضه؟ يرد عليا يقول دكتور البي ده 3 اوض. طب في كام اوضه بصفر؟ اللي في النص سالب 1 0 موجب 1 يبقى صفر. طب الاوضه في النص دي شايله كام؟ 2 يبقى زائد 2 بتوع البي، يبقى البي بعد باخد منها كام؟ 2. ليه؟ لان البي شايله 6 الكترونات. في كام الكترون في الاوضه اللي في النص؟ طب يا دكتور معلش انت اشمعنى بتعد الاوضه اللي في النص بس؟ عشان هو عايز ام اللي بصفر يبقى رقم اوضته بصفر، يبقى بعد اللي في النص بس. كده لحد دلوقتي كام الكترون معايا؟ 10. لحد دلوقتي 10 ولسه. يا دي كام اوضه؟ 5. الاوضه اللي في النص هي بس اللي بصفر. طب لما اوزع السبعه، سكن السبعه 1 2 3 4 5 6 7، الاوضه اللي في النص شايله كام؟ 1 بس، يبقى 10 واحد كام؟ 11 الكترون. سؤال حلو، سؤال عالي، فكره عاليه، يطلع معايا 11 الكترون. يعني ايه ام ال بصفر؟ يعني رقم اوضته بصفر. طالما عايز ام ال لازم اوزع من الاول واعد كله. 34 عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه في ذرة عنصر 42. اكتب معايا 24 يساوي 42 في ايه؟ في المفرد. اول ما تلاقي في الامتحان ان 24 او عكسها، يعني ايه عكسها؟ 2 4 بقت 4 2، يبقى 42 اخوه 24، يبقى 24 اخوه كام؟ 42. عندكم مفرد 6 مفرد من غير ما توزع، من غير ما اوزع يا عم. انا لسه هوزع. اول ما الاقي عدد ذري 24 او 42 اقول يا باشا 24 2 4 هو 4 2 بالظبط. الاثنين لما بتوزعهم بيبقى دي فيها 5 والاس 1، دي فيها 5. يبقى لو وزعت ده دي 5 والاس 1، لو وزعت ده دي 5 والاس 1، يبقى عنده كام؟ 6 مفرد. فالاجابه الصح رقم ب. 35 عدد الكترونات في ذره عنصر بها اول 4 مستويات طاقه فرعيه ممتلئه. عنده 4 فرعين ممتلئين ومستوى فرعي نصف ممتلئ. ماشي، عنده 4 ملايين. 1 اس 2 ادي اول واحد، تاني واحد، تالت واحد، رابع واحد. عندي 4 ملايين اهو، ومستوى فرعي نصف ممتلئ. يبقى اللي جاي ده اللي هو 3 بي 3 3 بي ده يبقى نصف ممتلئ يعني 3. يبقى انا سمعت كلام، هو قال لي ايه؟ اول 4 ملايين ادي 1 2 3 4 ملايين، والاكيد اللي بعده نصف ممتلئ اللي هو 3 بي 3. هو عايز عدد ذري ولا عايز عدد ايه؟ عدد الكترونات اللي هو العدد الذري. يعني اروح اجمع بقى، اجمع يا دكتور 2 و2 و6 كام؟ 10. 10 5 كام؟ 15. بس كده، سؤال بسيط بس فكرة ايه؟ عايز اكون فاهم كويس. بوزع حلو وابدا عدد ذري، يعني بعد كله، عدد الالكترونات بعد كله. فالعدد الذري هو عدد الالكترونات هو عدد ايه؟ البروتونات. 36 اي من الاشكال البيانيه التاليه يعبر عن علاقه صحيحه بين العدد الذري والالكترون التكافؤ لعناصر مجموعته ايه؟ خلي بالك عناصر المجموعه كلها تكافؤها ايه؟ ثنائي. فالكترون التكافؤ ثابت في مجموعه تاني، طالما نفس المجموعه يبقى نفس الكترون التكافؤ. فالكترون التكافؤ ثابت، يبقى انا عايز الالكترون التكافؤ ده ثابت. يبقى خلي بالك عدد الكترون التكافؤ اكتب كده ثابت في المجموعه. هو قال لك في المجموعه يبقى اقول له ايه؟ ثابت. ماشي، يبقى انا عايز الواي ده يكون ثابت. فين اللي فيها واي ثابت؟ دي طرديه غلط. ده الاكس هو اللي ثابت غلط برضو. انا عايز الواي ثابت، عايز الواي ده يكون ثابت فعلا. ادي الواي اهو ثابت فعلا، الواي ثابت. يبقى اللي صح رقم كام؟ رقم كام؟ اوعى تقول يا دكتور ما ب ثابته وجيم ثابته. هنا جيم دي معناها ان الاكس هو اللي ثابت، الاكس هو اللي ثابت والواي بيزيد. غلط، انا عايز ايه؟ واي هو اللي ثابت والاكس بيزيد. يبقى الاجابه الصح رقم كام؟ رقم ب. 37 التوزيع الالكتروني للعنصر ده، فإن نوع هذا العنصر. والله بعرف نوع العنصر من المستوى الفرعي اللي مش مليان. يعني ايه؟ بص يا باشا، هنا قلنا قاعدة مهمة مع بعض، ايه هي؟ لو الدي فيها 1 الكترون يعني مالكش دعوة بيها. تاني اكتبها معايا، مالكش دعوة بيها. يبقى لو الدي، لو عندي دي واف، لو عندي واف وانا محترم يا دكتور ده اخره اف واخره دي،
اعتبره انتقال الرئيسي دي ولا انتقال داخلي اف؟ والله محتار، هو اخره اف ودي، اعتبره انتقال رئيسي ولا انتقال داخلي؟ بص يا معلم، عينك على الدي، لو الدي فيها واحد مالكش دعوه بيها يبقى خد على الاف على طول، يبقى الاف اسمه ايه؟ انتقالي رئيسي، يبقى انتقالي سوري اف ايه؟ انتقالي داخلي. طب انتقالي داخلي 4 اف انهي سلسله فيهم؟ لانسيدات اكنيات، يبقى ال 4 اف اسمها ايه؟ لانسيدات. يبقى انا قلنا قاعده مهمه ايه هي؟ لو الدي شايله واحد مالكش دعوه بيها، مهمه دي، لو الدي فيها واحد مالكش دعوه بيها. ماشي. 38 يوضح الجدول التالي نصف القطر الذري لأربع عناصر في نفس الدورة. عندي أربع عناصر في نفس الدورة، أربع عناصر في نفس الدورة، ده وده وده وده. ماشي يا عم، ودي أرقام نص القطر، مين أكبر حجم فيهم؟ أكبر حجم، فين أكبر حجم يا دكتور؟ واي، أكبر حجم واي، الرقم ده أكبر حاجة. بعديها دبليو، ده أكبر حجم. بعد الدبليو عندي اكس، بعد الاكس عندي زد. يبقى انا رتبته في الاول حسب الحجم اللي هو نص القطر. اي العناصر اكبر عدد ذري؟ واحده واحده، دول نفس الدوره. هو الاكبر عدد ذري في الاول وفي الاخر؟ في الاخر، لان وانا ماشي في الدوره كده، وانا ماشي في الدوره الحجم بيقل، طب عدد الذري بيزيد، يبقى في الدوره، هو قال لك في الدوره اهو، بتكلم في الدوره، وانت ماشي في الدوره العدد الذري بيزيد يبقى الحجم بيقل. فانا ممكن احلها من غير ما اكتب اصلا ايه هي، اقول يا باشا انت عايز اكبر عدد ذري صح كده، يبقى اقل نقط بس كده. لان العدد الذري مع نص القطر علاقه ايه في الدوره؟ عكسيه. يبقى وانا ماشي في الدوره الحجم بيقل لكن العدد الذري بيعمل ايه؟ بيزيد، يبقى علاقه عكسيه. يبقى اكبر عدد ذري يعني اقل نق، فين اقل نق فيهم؟ زد، فين زد؟ اهي. سؤال رقم 39 بيقول لي اذا كان نص قطر ذره الصوديوم ذره بتساوي الرقم ده، فين نصف قطر ايون الصوديوم؟ لازم اسالك يا صوديوم انت ايونك نوع ايه؟ يقول يا دكتور انا صوديوم ان ايه، ايون ايه؟ موجب. طب لما ابقى ايون موجب يعني فقط ولا اكتسب؟ فقط، فالحجم بيعمل ايه؟ بيقل. يبقى وانا بذاكر الموجب يقل عن الذره. طب الذره بكام؟ بواحد وستة وتمانين مية، يبقى الايون بكام؟ اقل من الرقم ده. عايز رقم اقل من ده، ده اكبر منه غلط، ده يساويه غلط، ده اكبر منه غلط. الاجابه الصح رقم كام؟ رقم ب. يبقى انا لو مديك ذره ومديك رقمها وعايز ايونها لازم اساله يا عنصر انت ايونك ايه؟ لو موجب اختار رقم اقل منه، لو سالب اختار رقم اكبر منه، لان احنا قلنا ان السالب اكبر من الذره والذره اكبر من الموجب. ماشي. 40 السالبيه الكهربائيه لعناصر في الدوره الافقيه وانت ماشي في الدوره، وانا ماشي في الدوره بتزيد ليه؟ بتزيد عشان الحجم بيقل، يبقى بتزيد ليه؟ بسبب نقص نص القطر. يبقى السالبيه بتزيد لما بيحصل ايه؟ نقص نص القطر. 41 قال العناصر التاليه اعلى سالبيه، ده لازم ابقى حافظه، اعلى سالبيه هو الفلور اعلى سالبيه، لكن الكلور كان اعلى ميل، السي ال اعلى ميل والاف اعلى سالبيه. اي العناصر التاليه لها اعلى جهد تأين اول؟ اعلى جهد، اعلى جهد، والله لازم اسالكم انتوا نفس الدوره نفس المجموعه؟ طبعا ده عدد ذري 11 في الاول، انتوا نفس الدوره نفس المجموعه، نرد مع بعض. ليثيوم، بريليوم، بورون. اعلى جهد تأين اول يعني الفرق بين عنده صعب. 3 4 5 يبقى انتوا نفس الدوره، انتوا نفس الدوره. طب اكتبهم ازاي؟ ادي 3 ادي 4 ادي 5. وانا ماشي كده الحجم يعمل ايه؟ بيقل والجهد بيزيد، وانا ماشي في الدوره الحجم يقل الجهد يزيد، فاعلى جهد هو البرون. ليه؟ وانت ماشي كده الحجم بيقل فالجهد بيزيد، فالجهد بيزيد. تمام. يبقى المفروض البرون ده يبقى اعلى جهد، بس خلي بالك دي حاله شاذه. ليه حاله شاذه؟ لان البريليوم ده لما بيتوزع بيبقى الاس فيه 2، والاس لما يبقى فيه 2 بيبقى مليان، فالفقد من عنده بيبقى صعب. فاعلى جهد تأين ابقى عارف ان الطبيعي وانا ماشي كده الجهد بيزيد في الدوره صح كده؟ اه والله الحجم بيقل الجهد بيزيد، يبقى مين اعلى؟ البرون ده المفروض. لكن خلي بالك ان ال2 اي البريليوم اللي هو 4 وزن 4 2 2 مجموعه 2 اي، ال2 اي بيبقى جهدها اعلى من ال3 اي، يبقى ال2 اي جهدها اعلى من ال3 اي، فالاجابه الصح هي البريليوم رقم ب. مهمه دي، فكره خبيثه شويه. يبقى ال2 اي جهدها اعلى من ال3. طبعا الصوديوم بره الحسبه خالص لان الصوديوم ده حجمه كبير فجهده اصلا قليل. 43
أي العبارات التالية صحيحة بشكل عام عند الانتقال من أعلى إلى أسفل في المجموعة الرئيسية وأنا نازل يعني؟ ألف، يزداد الجهد، لا ما تكملش وأنت نازل الحجم بيزيد فالجهد بيقل، فيزداد جهد غلط. يزداد جهد غلط، أمال يعمل إيه؟ يقل الجهد، أيوه بسبب زيادة الحجم، أيوه فعلا الحجم بيزيد فعلا والجهد بيقل. يقل الجهد بسبب نقص تأثير الحجم، لا يبقى يقل الجهد بسبب ايه؟ زيادة الحجم الذري، الحجم يزيد فالجهد بيعمل ايه؟ بيقل. 44 تميز اشباه الفلزات، ايه صفات اشباه الفلزات؟ والله شبه الفلز يا دكتور ده عنصر نوعه من البنين. غلاف تكافؤ الاخير يحتوي على اقل من النص، لا دي الفلزات. ارتفاع السلبيه، لا دي الفلزات. توصيلها بدرجه اعلى من الفلزات، لا بتوصل بدرجه اقل من الفلزات. يبقى مين اعلى توصيل؟ الفلزات. مين اقل توصيل؟ لا فلزات. مين في النص؟ اشباه فلزات. شكلها فلزات لكن خواص اللا فلزات، يبقى شكلها الخارجي فلزات لكن خواص مين؟ اللا فلزات. 45 اي ممالي يعبر عن اكسيد لا فلز، عايز اكسيد ايه؟ لا فلز، يبقى عايز اكسيد حامضي. ماشي. اول ما اسمع كلمه اكسيد لا فلز يبقى ده اكسيد ايه؟ حامضي. يذوب في الماء مكون قاعده، يا عم لا هو حمض يبقى يدي حمض. يتفاعل مع القلوي مكون ملح وحمض، لا هو يتفاعل مع القلوي ايوه لكن هيدي ملح وميه. يتفاعل مع الاحماض، لا يتفاعل مع القلوي ويدي ملح وميه، ايوه فعلا يبقى الحمض مع يتفاعل مع قلوي، واشهر تفاعل في الكيمياء حمض وقلوي يدي ملح وميه، برقم ج صح. 46 املاح الزنكات تستخدم في الطلال والتي يمكن تحضيرها بايه؟ والله يا باشا املاح الزنكات دي بحضرها لما افاعل اكسيد الزنك مع الصوديوم، ودي معادله مهمه لازم تبقى حافظها. تاني، املاح الزنكات بكونها لما بفاعل الزنك اللي هو اكسيد الزنك اللي هو ذات ان او ده مع القلوي اللي هو ان اي او اتش، بكون ملح اسمه ايه؟ زنكات الصوديوم. يبقى بكون املاح الزنك ده او املاح الزنكات لما بفاعل الزنك اللي هو ذات انه المتردد، متردد ده متردد اهو، يتفاعل مع مين؟ مع القلوي. تمام؟ مع حمض لا، مع ميه لا. امتى؟ لما بفعل الزنك ايه؟ مع القلوي بيكون حاجه اسمها املاح الزنكات، زي المعادله اللي احنا خدناها اللي هي كان اسمها زنكات الصوديوم. فانت خليك فاكر زنكات يبقى زنكات الصوديوم. طب الزنك ده والصوديوم ده ماده ايه؟ قلويه، يبقى بكون املاح الزنكات لما بفعل الزنك مع الصوديوم الماده قلويه. جميع الاكاسيد التاليه تتفاعل مع البوتاسيوم ما عدا واحده واحده. ايه رمز هيدروكسيد البوتاسيوم؟ كي اتش، ده ماده قلويه كله يتفاعل معاه. القصدير ده متردد يتفاعل معاه. فوسفور حمض يتفاعل معاه. خرسين متردد يتفاعل معاه. مغنيسيوم، والله قلنا مع بعض اي حد يوم يبقى ده ايه؟ فلز، يبقى ده ايه؟ قلوي. هل القلوي يتفاعل مع قلوي؟ لا. يبقى اي حد مغنيسيوم، صوديوم، ليثيوم، سيزيوم، دي كلها بوتاسيوم، دي كلها فلزات قلويه. ماشي. 48 اي المركبات التاليه يمكن ان يستخدم في تجفيف غاز ثاني اكسيد الكربون من بخار الميه؟ غاز ثاني اكسيد الكربون ده غاز حامضي، لو عايز اجفف الغاز الحامضي اتفاعله مع حمض زيه عشان ما تفاعلش معاه. كلمه اجففه يعني انشفه من غير ما يتفاعل، اجفف يعني انشف من غير ما يتفاعل، ده حامضي. لو حطيت صوديوم هيتفاعل هيبوظه، لو حطيت فوسفور مش هيتفاعل معاه، كالسيوم هيتفاعل معاه، كالسيوم هيتفاعل معاه. في طالب يسجل لك يا دكتور انا ناقص حاجه، كالسيوم، كالسيوم، صوديوم، فلزات، ده الوحيد المختلف عنهم فاختار ده. يبقى التلاته دول فلزات فاكسدها قلويه فهيتفاعلوا معاه، لكن ده فوسفور حمض مش هيتفاعل معاه فيستخدم في تجفيف. كلمه اجفف يعني انشف ومن غير ما يتفاعل معاه. 49 عدد تأكسد ذرة الكلور في حمض البيركلوريك، لازم بقى ابقى معايا رمز الحمض ده. ايه رمز الحمض ده؟ HClO فوق واحدة واحدة، وتعالى نحل مع بعض عدد تأكسد. وعايز يحسب ايه؟ عدد تأكسد ذرات الكلور. ايه رمز الكلور؟ Cl، كلور Cl. طيب انت عايز Cl، خلاص Cl دي انا عايزها بعوض عنها بكام؟ بسي اهو. واول ما اعرف المجهول الباقي بعوض عنه باللي انا حافظه، الباقي بعوض عنه باللي انا حافظه. يا اتش الاتش بكام؟ بواحد. يا او الاو بكام؟ سالب 2 في 4 بسالب 8، ده كله بيساوي كام؟ صفر. تاني الاتش واحده بواحد، اللي هو 4. طب هي الاو الواحده بكام؟ سالب 2 في 4 سالب 8. بالرياضه موجب 1 وسالب 8 يبقى سالب 7، يروح بعكس الاشاره يبقى س بكام؟ موجب 7. تمام. اللي بعده 50 انيون النترات وكاتيون الامونيوم يختلفان في ايه؟ ايه رمز النترات؟
NO3 سالب. ايه رمز الامونيوم؟ NH4 موجب. الناس اللي مذاكر اساسيات بقى. الف عدد ذرات. طب تعال نشوف عدد الذرات. كم ذرة؟ انتو 3 واحدة 4 انتو 4 واحدة 5. يختلفان في عدد الذرات، ويختلفان كمان في نوع الذرات طبعا، ويختلفان في كمان عدد تأكسد. صح، يبقى اختلفان فين؟ جميع ما سبق في كل حاجة. تمام. يبقى لما تحسب الان هنا تطلع معاك الان موجب 5. لما تحسب الان هنا تطلع معاك بسالب 3. يبقى اختلفنا اهو. يبقى اختلفان في كل حاجة في الذرات فعلا، ونوع الذرات ده ان و اتش ده ان او، وعدد التأكسد برضه يبقى جميع ما سبق. 51 في التفاعل ده نصف تفاعل الاختزال يا باشا. ركز بقى معايا. وانا بحل اجزاء اختزال لازم كل عنصر احط عليه الرقم بتاعه. يا مغنيسيوم اي عنصر لوحده بكام؟ بصفر. الكلور بصفر برضه. المغنيسيوم في المركب موجب 2، والسي ال بكام؟ سالب 2 سالب 1. السي ال الواحده بكام؟ سالب 1. ماشي. حل معايا. الام دي كان داخل بكام طلع بكام؟ كان داخل بصفر طلع ب2. الى زاد اكسده. لا انا عايز اختزال، يبقى احنا مغنيسيوم غلط. مغنيسيوم غلط. انا عايز اختزال. المغنيسيوم حصل اكسده وانا عايز اعمل ايه؟ اختزال. السي ال كان داخل بكام طلع بكام؟ كان داخل بصفر طلع بسالب 1. بالرياضه جل، وطالما جل اختزال. اختزال يعني اكتسب. اختزال يعني ايه؟ اكتسب. يبقى السي ال اهو اكتسب الكترونات. طب ليه ده غلط؟ لان هنا العكس. وانا عايز السي ال 2، عايز سي ال 2 اهو. سي ال 2 يطلع 2 سي ال سالب. عايز ده يطلع ده. الاجابه صح رقم ب. 52 نفس الفكره. همسك كل عنصر واكتب فوقيه الشحنه بتاعته. عنصر لوحده بصفر. الكي اي الكي موجب 1، والاي ده يود سالب 1. والله انا حافظهم. فلور كلور بروميود مجموعه 7A. عنصر لوحده بصفر. الكي انا حافظه موجب 1، والسالب كام؟ سالب 1. الكلور كان داخل بصفر طلع بسالب، جال لي اختزال. يبقى ده معنى ايه؟ اختزال. ماشي. الاي كان داخل بسالب طلع بصفر، ده هو ايه؟ اكسد. بالرياضه ازاي؟ تتأكسد ايونات اليوديد. فعلا اليوديد ده حصل عمليه اكسده فعلا. اليوديد هو اليوديد اللي هو سيد ده حصل عمليه اكسده وتفقد الكترونات. ايوه صح، دي الاجابه الصح يعني. تتأكسد ايونات اليوديد فعلا. يتأكسد الكلور. لا الكلور ده حصل له اختزال مش اكسده. تتأكسد ايونات اليود. ايوه فعلا حصل اكسده. وتكتسب يا عم ازاي اكسده وازاي تكتسب؟ ما انا عارف اكسده يعني ايه فقط. فالاجابه الصح رقم كام؟ رقم الف. اللي بعده. اي اختيارات يعبر عن عدد تكسير الكبريت؟ الاس. نفس الفكره. الاس اهو كام اس؟ هما 2. يبقى 2 اعتبرهم 2 س بس يا عم. نكتبها تحت اهو 2 س. عوض عن الاو. يا او بكام؟ يا او يقول لي يا دكتور انا الاو ثابت دايما. الاو بكام؟ بسالب 2. سالب 2 3 بكام؟ بسالب 6. خلي دي انجلش اهو، كله انجلش اهو يا عم. 2 س سالب 6. اساوي بقى. بص بقى معايا. هنا في شحنه، اساوي بالشحنه اللي معايا بالرياض. ده شغل الرياضه بقى. ضرب عكس الاشاره. بدل ما هي سالب 6 تبقى هنا موجب ايه؟ 6. طب بالرياضه سالب 2 موجب 6 تبقى موجب 4. طب ال 2 س بيساوي موجب 4 تبقى س بيساوي كام؟ 2. س بيساوي كام؟ 2 موجب 2. فين اللي فات 2؟ رقم كام؟ رقم الف. يبقى انا بحل عادي خالص في شحنه، بس هو بالشحنه وابدا احل بالرياضه. هو عايز الاس. طب ليه عملت 2 س؟ عشان هو عايز ايه؟ عشان الاس هنا اس 2 ف 2 اس. انا عايز الاس لوحده، ففي الاخر بقسم على 2. أربعة وخمسين عدد ذرات. اقول يا باشا لو عايز ذرات بيقول ايه؟ المولات في افوكادرو في عددهم. المولات في افوكادرو في عددهم. عددهم كام ده؟ اتش واحدة 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 4. يبقى 4 في ربع بواحد. 1 افوكادرو تطلع 1 افوكادرو. فين اللي فيها افوكادرو؟ اهي. 55 عايز عدد مولات الذرات في نص مول المركب ده. نص. هو عايز ذرات صح كده؟ مولات. يبقى نص في عددهم. نص عددهم. عددهم 6. نص 6 كام؟ 3. يا دكتور انت ليه هنا ما ضربتش في افوكادرو؟ عشان هو عايز ايه؟ مولات الذرات. ايه الفرق بين دي ودي؟ هنا عايز عدد ايه؟ ذرات، فلازم افوكادرو. ذرات يبقى لازم افوكادرو. طب مولات، اكتب تحت كلمه مولات او فوقها كده الرقم بس. لو عايز مولات يبقى الرقم بس. مولات يبقى ايه؟ الرقم بس. 56
اي مما يلي يعد صحيحا بالنسبه لواحد مول من الميه و32 جرام اكسجين. 1 مول ميه، 1 مول ميه اهو يا دكتور، 32 جرام اكسجين و2 32 جرام اكسجين يعني 1 مول برضه اكسجين، لان الواحد مول من ده بيساوي الرقم ده. ماشي، يبقى انا عندي ايه؟ 1 مول ميه وعندي ايه؟ 1 مول اكسجين. الف، له نفس الحجم مبدئيا، ده ميه سائل وده غاز، ما ينفعش الحجم لان ده ميه سائله وده غاز. عارف لو الاثنين بخار او الاثنين غازات كان هيبقى نفس الحجم عادي. يحتوي على نفس الجزيئات، ايوه فعلا نفس الجزيئات. ليه نفس الجزيئات يا دكتور؟ 1 في افوكادرو و1 في افوكادرو. طب ليه ما ينفعش نفس الذرات؟ لان الذرات بضرب في عددهم، هنا عددهم 3، هنا عددهم كام؟ 2، فاختلفنا هنا. طبعا لو نفس الكتله، لا طبعا الميل 18 لكن ده بكام؟ 32. يبقى رقم 56 الاجابه الصح رقم كام؟ رقم ب. 57 يحتوي بالون على الرقم ده جزيء، ده رقم جزيئات، ده رقم جزيئات من غاز في ظل، اذا علمت ان الكتله بكذا فما هو الغاز؟ لو انا في الامتحان لو عايز الغاز يبقى عايز كتله موليه، عايز كتله ايه؟ موليه. دي مسألة مادة واحدة أحلها قوانين عادي خالص، مسألة مادة واحدة أحلها قوانين عادي خالص. القوانين بتقول إيه؟ مادة عالمولية، طالما فيها جرام يبقى إيه؟ مادة عالمولية بتساوي جزيئات على افوكادرو، جزيئات على افوكادرو. خلصت. أشوف مين المطلوب؟ مين المطلوب؟ المولية. ما هو عايز الغاز إيه هو؟ يبقى عايز مولية. إيه هي المولية؟ أحط مكان المولية س، يبقى س مكان المولية إيه؟ جرام معايا كام جرام هما؟ 9 علامة 2 9 6 دي الجرام. جزيئات معايا 2 في 10 23. افوكادرو معايا. اروح على الآلة. حد يعرف يقول لي يا دكتور لو عايز س دي بتساوي مين في مين؟ بتساوي ده في ده على ده. اروح على الآلة، ده في ده على ده. طلعت 27 و9 من 10. طلعت 27 و9 8. دي تقريبا كام؟ 28. بس كده. اروح بقى اشوف انهي غاز الكتله بتاعته 28. والله الناس اللي مذاكره يقول لي يا دكتور الاوتو انا حافظه، اوتو 16 2 32. غلط، انا عايز حاجه 28. نيتروجين ان 2 قلنا ب 14 في 2 بكام؟ 28. ده الاجابه الصح فعلا 28. الميثان ده يطلع ب 16 تمام، والامونيا يطلع ب 17. كلهم غلط ما عدا ب. ليه؟ ب هو الوحيد اللي يطلع بكام؟ 28. 58 عايز عدد مولات من غاز يشغل حجم 4 لتر عند 25 درجة، يبقى ده في الار تي بي يعني. ماشي، 25 درجة يبقى ار تي بي. هو عايز مولات. المول بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ الحجم على الرقم الثابت كام لتر؟ هم 4. الرقم الثابت كام؟ 24. تقسم 4 على 24 تطلع 1 6 6 6. ابص في الاختيارات مش هلاقيها، هلاقي دي هي دي. ليه؟ 6 اجربها تبقى كام؟ 7 عادي تمام. يبقى 6 اللي جنبيها تبقى 17 من 100 مولز. اخر سؤالين هنحلهم مع بعض. رقم 59 يتم الكشف عن ايون الفوسفات في ملح الصوديوم باستخدام محلول نترفض. معايا معادله. اذا بدات بعينه نقيه من ملح فوسفات الصوديوم الكتله بتاعتها كذا، يبقى الملح ده اهو فوسفات الصوديوم اللي هو ده الكتله 5 جرام. احسب كتله الراصب. فين الراصب؟ اقوس ده الراصب اهو اس. يبقى انا كاني بقول لك اعمل علاقه بين ده وبين ده واحده واحده. المساله دي معادله، اهو في الاول ماده ولا اتنين؟ اتنين. طالب حاجه ومعايا حاجه تانية، خلاص يبقى احل خطواتي. اول حاجه بحلها ازاي؟ مطلوب ومعلوم. فوسفات الصوديوم ده مطلوب او سوري ده معلوم اهو، معلوم جرام. الراصب ده مطلوب جرام برضو. خلصت. ده احسبه على الاله ان اي 3 بي 4 ان هو مديولي اصلا ان اي 3 بي 4 مديولي بكام؟ ب 164. طب الناحيه الثانيه الراصب اللي مديولي اي جي 3 بي 4 الراصب فين الراصب اهو؟ فين الراصب اهو؟ الراصب اهو بكام؟ 419. المطلوب اللي هو الراصب ده تحته س، ودايما جنب س في المساله. في المساله كام جرام؟ 5 بس. خلصت يا عم. حد يعرف يطلع س؟ اقول ايه؟ ده في ده على ده. طلعت 12 علامة 7 7. 12 علامة 7 7 اللي رقم كام؟ رقم ألف.
مسألة أي حد يشوفها يتخض منها، إيه يا عم المعادلة الكبيرة والأرقام الكبيرة، تشوفها تتخض، لكن هي مسألة تافهة. ليه؟ معادلة يبقى مطلوب وأنا بعمل مقص عادي، ده المادة أهي فصوص صوديوم اللي هو ده، يبقى شكرا. بعد ما أطلع مطلوب مع مطلوب وأنا بعمل إيه؟ بشطب على الباقي، بشطب إيه على الباقي، تعود إيه؟ مباشر عادي خالص. وكمان هو مريحك بيدي كتلة مولية فمحسوبة على طول، تعود مباشر. آخر سؤالين. احسب كتلة فلز الألمنيوم، يا ألمنيوم أنت مطلوب إيه؟ كتلة التي يمكن أن تتأكسد تماما ب 44 لتر من غاز أكسجين، أكسجين أنت لتر، معلوم، خلصت. بس جرام بحسب كتلة 4 ألمنيوم 24 بكام؟ يطلع ب 108 لتر، يبقى 3 في الرقم الثابت، قال لك في الاس 3 ب 22 و4، طبعا ده مش عايزه خلاص. المطلوب تحته س، ودايما جنب س كام؟ 4.8. أعرف أطلع س؟ أعمل مقص، أقول إيه؟ ده في ده على ده، في لا تاني، يبقى بقول 108 3 في ماشي، يبقى اروح على الآلة اضرب ده في ده على ده، 108 في 4.8 على طلع 72. طيب بس الرقم كام؟ رقم ده تمام. يبقى مسألة عادية خالص برضه، طالما فيها معادلة بحلها معادلة وايه ومقص. تفاعل 7 جرام من فلز اكس مع ده من غاز نيتروجين يتكون مركب صيغته الكيميائية ايه؟ السؤال ده يا شباب بيتحل صيغة أولية، يعني هعمل الخمس خطوات اللي هم عناصر، نسبة، مولية، مولات، نسبة. تعالى نحلها مع بعض. عناصر عندي مين ومين؟ عندي اكس وعندي ان. الاكس كام؟ 7 جرام. الان كام؟ 4 علامة 6 7. يا ان 14 يا اكس 7. اقسم بقى ده على ده، ده على ده، ده على ده واحد، ده على ده مش عارف، اروح اعمل على الآلة 4.67 على 14 يطلع 3 كده. اقسم على الصغير، من الصغير اكيد ده الصغير، اقسم ده على نفسه يطلع واحد، اقسم واحد على الرقم ده طلعت 3. يبقى المركب بتاعي كام؟ اكس 3. كام ان واحدة، يبقى اكس 3 ان. فين فيها اكس 3 ان؟ اهي. يبقى لما تلاقي مركب زي كده وعايز الصيغه، اقول له يا باشا خلاص، يبقى انت عايز صيغه اوليه بحلها 5 خطوات، عناصر، نسبه، موليه، مولات، نسبتها، تعوض مباشر، طلعت الاجابه الصح رقم كام؟ رقم د. ماشي. من اول سؤال 62 هينزل لك محلول بالكامل على الواتس، يبقى احنا حلينا معاك 61 سؤال مهمين، جمعوا الباب بالكامل، لمينا فيهم الترم بالكامل، 3 ابواب. ذاكر واتعب واعرف ان الاسئله دي ان شاء الله هتخليك ضامن الامتحان بكره. ذاكر واتعب واعمل عليك، وادعوا لنا دعوه حلوه بالشفاء ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام يا غاليين.